ولدي عنده جوج الاجازات، وعنده في موريان لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. بلا شك غادي تكون شفتي في مواقع التواصل الاجتماعي هاد الايام فيديو او تصريح على عبد اللطيف وهبي وزير العدل في الحكومه الحاليه اللي تلقى انتقادات واتهامات بالتلاعب بمباراه ولوج مهنه المحاماه. هذا الموضوع داير ضجه كبيره في مواقع التواصل وبين حتى المتابعين اللي حسوا براسهم تظلموا في هذه المباراه، وباللي نجحوا غير ابناء الوزراء والبرلمانيين واللي عنده شي با حتى هو محامي وكانه ورثها عليه. دايرين ديال هاد البلاد وهادشي حشومه راه الحق في المهنه، ماشي حق وراثي، ماشي حق اسري، ماشي حيت انا والديا ماشي في البرلمان ولا ماشي في السياسه ولا ماشي في المهنه بانني ما عنديش الحق باش نولي محاميه. كاع المحاماه حق، الحق في المهنه حق دستوري وتنطلب باحترام الدستور. هم لاباس عليه. اليوم غادي نتعرفوا اكثر على عبد اللطيف وهبي كشخص وشنو كان قبل ما يولي وزير العدل وكيفاش حتى وصل لهذا المنصب. عبد اللطيف وهبي تزاد يوم 28 يوليوز 1961، يعني حاليا كيبلغ من العمر 61 سنه. تزاد في مدينه تارودانت والطفوله ديالو دوزها بين تارودانت المدينه ديال الاصل ديالو وتاليوين. عبد اللطيف عنده 11 اخ، 8 ذكور و4 ديال الاناث من امين واب واحد. المسار التعليمي ديالو بدا من كتاب قرآني سنة 1965، قرا فيه 2 ديال السنوات، ثم من بعد التحق بالمدرسة الابتدائية الوفاق سنة 1967. المهم وكمل المسار الدراسي ديالو في تارودانت حتى خدا البكالوريا ديالو بثانوية سليمان الروداني. هنا غادي يغادر مدينة تارودانت لأول مرة باش يمشي يتبع الدراسات الجامعية في القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط. من بعدها حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، مشى لفرنسا وحصل على دبلوم من جامعة باريس 8 في مجال الحقوق واستراتيجيات العمل الإنساني، الصحة والاستعجال والتنمية. وحاليا عبد اللطيف وهبي كيوجد الأطروحة ديالو للحصول على الدكتوراه في القانون. اما بالنسبه للتجربه المهنيه ديالو فعبد اللطيف وهبي من بعد ما تخرج في الدراسات القانونيه اختار مهنه المحاماه، انخرط بهيئه المحامين بالرباط سنه 1993، وكان كذلك استاذ مساعد بجامعه محمد الخامس السويسي للعلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، كما انه اشتغل كمدير سابق لصحيفه الجمهور اللي كتصدر بشكل يومي، وايضا مجله العداله اللي سبق ليه اشتغل فيها كمدير ديالها. عبد اللطيف وهبي هو عضو في مجموعة من الجمعيات المهنية، ما غاديش نذكرها كاملة ولكن غادي تبان لكم هنا في الشاشة، تقدر دير بوز وتقراها الا بغيتي تعرف. المهم عبد اللطيف وهبي مر من بزاف ديال المراحل في حياته في المشوار ديالو التعليمي والمهني حتى ولا وزير العدل، وهو حاليا الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الحزب اللي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة من بعد التجمع الوطني للأحرار. يعني عبد اللطيف وهبي كان قريب بزاف من أنه يكون رئيس حكومة. صحيح أن عبد اللطيف وهبي ككفاءة وكيف شفنا المسار ديالو الكبير تبارك الله حتى واحد ما يقدر ينقص من قيمة هذا الشيء، كيبقاو غير بعض التصرفات وبعض التصريحات خاصو يفكر مزيان قبل ما يدلي بها باش يتفادى استفزاز المواطنين المغاربة ويحاولوا يخدموا المصالح ديالنا ويأديوا الواجب على احسن وجه. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي الراي ديالك في تعليق حول هادشي اللي طاري، وما تنساش حتى اللايك وتشارك في القناه.